بإيه؟ بصنائع المعروف. النبي اللي قال كده صلى الله عليه وسلم قال صنائع المعروف تقي مصارع السوء وصدقة السر تطفئ غضب الرب. الله، يعني ممكن الإنسان يعمل خير في نفس الوقت اللي بيعمل فيه الخير يكون فيه مصاب نازل فيدفع ويترفع بسبب الخير اللي احنا عملناه. عشان كده قلت عايزين نتحرك ونتحمس لفعل الخير. فالنبي عشان يطمنك كمان، والنبي عليه السلام لو لم يقسم فهو الصادق الأمين. معقولة أبو جهل يصدقه وأنا كمسلم ما صدقش النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده أبو جهل لما كان يتسأل عن النبي عليه السلام ماذا تقولون في محمد يقول هو الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقسم كما عند الترمذي بسند صحيح يقول 3 أقسم عليهن. أول حاجة عشان يطمن قلبك قال لك ما نقص مال من صدقة. لو انت تصدقت والله العظيم، ومش انا اللي بقول ده، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك والله العظيم فلوسك مش هتنقص. لو ما كانش عندك بقى يقين في الله وما انتش مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى مش هتنفق. انما لما يكون عندك يقين في ربنا، وزي ما قلت لك اول امبارح في مسألة حسن الظن والرجاء، قلت حسن الظن يا جماعة والرجاء بيبان في حاجتين. فاكرين قلنا ايه؟ قلنا عند النعم وعند البلاء. عند النعم ربنا اداك فلوس، هتنفق وعندك حسن ظن ان ربنا هيعوضك، يبقى عندك حسن ظن. هتبخل يبقى عندك سوء ظن بالله ان انا لو انفقت ربنا مش هيعوضني. وعند البلاء ان انت بتعلم يقينا ان الله لا يبتليك ليعذبك وانما يبتليك ليهذبك ويقربك. يبقى 3 أقسم عليهن ما نقص مال من صدقة. هذكر لكم قصة حلوة قوي، قصة حقيقية والله. أيام ما كنت في أحد الأماكن ساكن فيها من حوالي 12 سنة، كان لي صديق أخ حبيب بيصلي معنا في المسجد وكان صاحب سوبر ماركت. فبيقسم لي بالله، وأنا عارف أن هذا الإنسان إنسان صادق جدا يعني، فبيقسم لي بالله أن حصل معاه أمر غريب جدا جدا بسبب هذا الحديث، وهو سبحان الله يعني فعل الأمر بيقين فوجد النتيجة في ساعتها. بيقول لي أنا كراجل صاحب سوبر ماركت لما بيجي داخل علينا شهر رمضان باجي من يوم 15 شعبان مثلا أو 10 شعبان أبتدي بقى أجيب شويلة التمر والزبيب وجوز الهند والمكسرات والحاجات. بيقول لي يعني أهو بيبقى برضه مصدر رزق سنوي كده وربنا بيكرمنا بيه. قال لي فجبت كذا شوال للتمر وقلت هخلي شوال منهم للخير، يعني مش هبيع منه ولا تمرايه، هخليه كده للمساجد اللي في المنطقة اللي احنا فيها. وقمت مبلغ بعض الشباب يبلغوا في المساجد أي مسجد عايز تمر عشان الناس الصائمين لما يفطروا ساعة صلاة المغرب يجي ياخدوا شنطة كاملة ويحطوها في المسجد. فبيقول لي كان يجيني واحد من إدارة المسجد ويقول لي أنا من إدارة مسجد كذا، يقسم لي بالله بيقول لي والله العظيم أعبي له الشنطة كاملة تمر وياخدها، أجي أبص أدور ألاقي الشوال كما هو لم تنقص تمرة واحدة. قلت له حاجة عادية. قال لي والله العظيم وأنا أقسم لك بالله على هذا. قال لي فجاي واحد تاني فاديته شنطة كاملة، لقيت بدور بعد ما مشي لقيت الشوال كما هو. قال لي لحد ما وزعت تمر تقريبا على كل المساجد الموجودة في المنطقة وما زال شوال التمر زي ما هو. قال لي فلما بعته فني وانتهى في نفس اليوم. سبحان الله، ده بيفكرنا بكلام أمنا عائشة، يعني له شاهد من التاريخ زي ما بيقولوا. يعني أمنا عائشة بتقول لما مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترك لي حفنة من الشعير كانت في رف لي، شوية شعير قد كده حطهم في رف كده. بتقول فكنت آخذ منه ولا أكيل، يعني ما كنتش بوزنه، كنت أقول بسم الله ومواخدة وعجنة وعملة وخلصها خبز الشعير وناكل وننبسط، وبعدين أبص ألاقي الشعير لسه موجود. قعد عندها حوالي 4 شهور. قالت فلما كلته فنية، لما وزنته خلص. خدت بالك؟ ونفس الموقف ده حصل حينما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بني إسرائيل كان قد جلس في البيت وعندهم رحى يطحنون فيها القمح أو الشعير، وبعدين زوجته بتقول له ما فيش أكل في البيت وما فيش والوضع وكذا كذا. طيب خلاص أنا معايا دينار أروح أجيب بيه أكل وكده. فقالت له طيب. فراح نزل السوق بالدينار ده عشان يشتري أكل لزوجته والأولاده، فوجد إنسان فقير فصعب عليه منظره، فراح مديله الدينار وقال يعني ربنا يعوض علينا ويرزقنا. يقول فلما عاد الرجل إلى البيت وجد الرحى قد ملئت قمحا،
فقال لزوجته من أين هذا؟ قالت هو من عند الله. سبحان الله. فقعدت تطحن القمح لحد ما عملت له خبز جميل وأكلوا وكانوا كل يوم يأكلوا من نفس الراحة ولم تنتهي أبدا. خدوا بالكم. ففي يوم من الأيام الزوجة قالت يعني طب نكيل القمح ونشوف وزنه قد ايه. قال النبي فكالته ففني والذي نفسي بيده لو لم تكله، يعني لو لم تزنه، لو ما وزنتوش لظل الرحى يطحن ويدور إلى قيام الساعة. يقول لو ما كانتش وزنته كانت البركة تفضل فيه إلى قيام الساعة. والحديث في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة. فالشاهد في الموضوع ان النبي بيقول لك ما نقص مال من صدقه، ما تخافش هتدفع وربنا هيكرمك ويعوض عليك. واحنا عمالين بنتكلم عن دفع المال عايزين ما ننساش يا جماعه اخواننا في الصومال، يعني واحنا ذكرنا الايه اللي في سوره المائده ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا.